احنا يا جماعه في الفيديو ده هنقول تقييم جماعي للحاجات المشتركه اللي شفناها في كل التاسكات من كل الناس اللي قدمت، عشان الناس اللي قدمت تستفيد، وفي نفس الوقت الناس اللي ما قدمتش لما تيجي تقدم مره جايه او تاخد بالها، سواء بقى بتقدم عندنا او عند اي حد، احنا هنحاول نقول حاجات لو اخدت بالك منها وحطيتها في الاعتبار هتفرقك جدا عن الاغلبيه اللي موجودين بيحاولوا ياخدوا فرص يبقوا بيشتغلوا فيها او بيقدموا فيها اللي عندهم يعني. التاسكات دي كانت عبارة عن سكريبت وفيديو سكريبت يعني، وانفوجرافيك وبلوج واوتوميشن تاسك و ده داتا اناليسز تاسك. فهم هيظهروا دلوقتي قدامكم برضو عشان تشوفوا كان ايه المطلوب بتاعك. لا استنى في الاخر في السيرش كمان. هم هيظهروا قدامكم دلوقتي عشان تفهموا ايه اللي كان مطلوب اصلا، عشان واحنا بنانلايز او بنخدط وبنقول لكم الكومن ميستيكس اللي ظهرت في التاسكس دي، تبقوا فاهمين ايه اللي كان مطلوب من الاساس. هم يظهروا بالترتيب، انتوا وقفوا عند كل حاجه لحد ما تفهموا التاسك نفسها ايه، وارجعوا شغلوا الفيديو وكملوا عادي. بالظبط. حلو. احنا اصلا ليه طريقه التقديم قلنا يعني قلنا لكم قبل كده ليه مش مجرد بورتفوليو، عشان التاسكس دي تبقى مفيش اي قيود عليك بقى من كلاينتس، من استعجال، من كل الحاجات دي. وده طبعا هتلاقوا يعني في طريقتنا في السوبرفيجن عاملين حسابنا ان انت كنت قاعد مركز متفرغ للتاسكس دي، مديها كل وقتك كل تركيزك، محدش بيبوظها لك بالعرض بالغصب. بالظبط. مفيش edits يعني غصب عنك فيها. تاني حاجة احنا الكومنتس اللي احنا هنقولها هنحاول نكون واضحين فيها جدا ومحددين جدا، عشان المعلومة تخبط في الدماغ مش تعدي بس. مفيش طبطبة بالظبط، ومفيش يعني في شفافية، وعارفين ان الشفافية دي لازم، او انتوا لازم تبقوا فاهمين ان الشفافية دي مش تنظير. وخليك فاكر ان احنا بنعمل ده عشان مصلحتك، احنا مش هنستفيد اي حاجه من ان احنا نقول راينا في شيء. فتقبل الموضوع باكبر روح رياضيه ممكنه، عشان يبقى عندك خلق انك تروح تقول لا انا مش هعمل بقى، مش هفضل على المستوى ده، فيبقى عندك طاقه توديك لمستوى اعلى. واللي هنقوله ده مش، انا اسف، اللي هنقوله ده مش محتاج تروح بعدها تاخد كورس، محتاج بس تروح ما تعملوش. وهي يعني تقريبا 30 كومنتس تقريبا في حدود ده. الكومنتس دي تقريبا هتنقل مستواك. لو ما عملتهاش هتتزنق في انك انت لازم هتعمل بقى حق اللي متبقي. اي حاجه من اللي ممكن تتعمل كويسه غير اللي احنا هنقوله لك هيبقى فيها فرص اعلى بكتير قوي من انك تعمل نفس الحاجه اللي كل الناس بتعملها. احنا مفتح يعني مش هنفتح دلوقتي الكونتنت نقراه دلوقتي، احنا عدينا على الكونتنت ده كله وحطينا تقييم وطلعنا بوينتس هنتكلم فيها. فاحنا لما لقينا الحاجات اللي محتاجين نتجنبها كتير، قررنا ان احنا مش هنقول الحلو في الكونتنت، يعني مش هتلاقي مش طالعين نقول الحاجات الحلوه اللي الناس عملتها والحاجات الوحشه، احنا هنقول الحاجات اللي انت ما تقعش فيها. فوارد تلاقي كل الفيديو عباره عن بوينتس نيجاتيف، ما تعملش كذا، وقعنا في كذا وقعنا في كذا. ده مش معناه ان كل حاجه كانت ضلمه، لا، احنا اخترنا عشان الوقت برضو نقول لك الحاجات اللي ما تقرب لهاش احسن، عشان يعني الكونتنت بتاعك اللي هتنتجه بكره يفرق معاك على طول. مش محتاج تروح تذاكر حاجه، مش محتاج تروح تتعلم حاجه، تجنب البوينتس دي بس. انت بقى حد مقدم، احنا قلنا مثلا 25 غلطه معينه، ان ده مش معناه ان 25 غلطه عندك، بس انت المفروض تروح تراجع على حاجتك بعين جديده بالمعيار او بالتشيك ليست اللي احنا هنبقى بنتكلم فيها النهارده. فتشوف انت بقى بنضاره جديده هل انت كنت واقع في كام في المية من اللي احنا هنتكلم فيه. اخر حاجه معلش، معظم الناس او الناس كتيره مقدمه هي مبتدئه او لسه بتبدا الموضوع، هتلاقوا الفيدباك ده بالنسبه لكم صادم، لان وارد تكونوا عملتوا كونتنت قبل كده واتقبل بسهوله والناس ابريشيتد وكل حاجه تمام. فانت هتلاقي ان الموضوع خبطك انت بالذات كحد لسه بيبدا يعني في الموضوع. فما تحكمش على نفسك اي حكم من بعد الفيديو ده، احكم على نفسك الحكم اللي هتعمل. يعني بعد ما تخلص عيد الكونتنت اللي انت عملته تاني لنفسك وهتشوف الكونتراست. لو شفت كونتراست خلاص يبقى انت كده تمام. لو لقيت ان انت لسه برضو عامل حاجه قريبه يبقى احكم على نفسك عادي. لا، يبقى دور انت المفروض تعمل ايه تاني، او جرب تجربه لو لسه عندك نفس وخلق، والتانيه والتالته والرابعه لقيت مفيش امل، يبقى انت مش في طريقك وفي طريق تاني بمجهود اقل من ده هتعرف تحقق فيه نتائج وانجازات. تحديدا بقى في الكونتنت تاسكس في تشيك ليست تقدر
تعدي عليها كده عباره عن الاخطاء اللي طلعت بس وتفاداها وعدي عليها كده هتفرق جدا معاك. بس خلي بالك التشيك ليست دي مش هتكون مفيده ابدا لو ما شفتش الشرح، وهي برضو مش تمبلت، هي بس ما هي الا تجميع للاخطاء اللي احنا اتكلمنا فيها في خلال الفيديو عشان تفكرك بالشرح بعد ما تتفرج عليه. بالظبط. حلو، يلا نبدا. بس اول مشكله هي انه مفيش تقييم للمعلومه باي شكل. المعلومه بتتاخد كوبي بيست او بيتاخد على اساس ان هي يعني مسلم ليها. احنا كنا بنتكلم على الانفوجرافيك التصوير الاولانيه. لا حتى في السكريبت. اوكي. يعني بتكلم على حاجتين بالتحديد هما الفيديو سكريبت والانفوجرافيك. فمثلا حد لقى مثلا انه في 2020 كاتب انه 2020 اوقات اعلانات الجرايد، ونقلنا في 2024 لاعلانات الريلز. فلما شفت المعلومات دي انت ما كنتش عايز 2020. فهنا في ده حاجه يعني ده ممكن تقييم المعلومه مشكله. يعني تقييم المعلومه حاجه غير اصلا بديهيه يعني دي نقطه تانية اظن لما نيجي للفيديو هنفتحها بالتفصيل. لكن انهي فيديو؟ للفيديو اللي هو بقى الفيديو سكريبت يعني. ما بيتكلم على التقييمين. تقييم المعلومه دي بقى ان المعلومه نفسها ما تبقاش ما تبقاش واخد اول حاجه تيجي قدامك، ما تبقاش عارف اصل الحاجه نفسها فين، في معلومات مغلوطه كتير. الحاجات دي بقى واضح ان الناس وهي مقدمه ما كانتش يعني مهتمه بالدرجه الكافيه ان هي توصل لعمق الموضوع. يمكن لا، ما حتى عمق. انا لو وصلت للعمق ولقيت ان في حد بيقول في 2020 كانت اعلانات للجرايد، ليه هاخد المعلومه دي؟ هو ما اظنش دي كانت جاذرنج، دي كانت استنتاج. يعني لما جاذر وبعدين الاقي المعلومه دي قدامي، ليه اخدها كوبي بيست؟ فهنا هي ليها احتمالين. يا اما ده الجماعه اللي احنا بنتكلم عليه ان في الفيديو سكريبت تقريبا 90% من الناس هي قايله نفس الحاجه بالظبط، اللي هو يعني فاكرين زمان قبل 2019 لما كان الواحد بيشتري ينزل يشتري اللبس بنفسه ويشتري طلباته بايده. ده الكلام ده في 2019 2020 2021 اللي هو اصلا يعني اول امبارح. فكل الناس داخله نفس الدخله دي. ففي حلين، يا اما كل الناس راحت اخذت التاسك زي ما هي رميتها في تشات جي بي تي فرد عليهم نفس الرد خدوه حطوه، يا اما ده خيال المخرج بقى. يعني هو خيال مخرج، وده يدل على ايه بقى؟ على ان الخيال فيه مشكله لانه فيرست ثوت، لانه اول حاجه جت على دماغ عشرات البني ادمين بنفس الطريقه. فسواء كان كده دي طبعا كارثه الاوليه بتاعت شات جي بي تي. او الثانيه بقى ان الخيال نفسه تبقى سايب نفسك انك اول حاجه تيجي على دماغك لو عايز كذا نعمل كذا. ده يعني في اغلب الحالات. اللهم ان كنت في مستوى عالي جدا من اتقانك لشيء زي ده، ما اظنش ان هي عمرها هتيجي من اول حاجه بتيجي على دماغك. بس فاحنا اللي شفناه هنا ان هي في الجزء بتاع الفيديو سكريبت يعني ان كان في معظم الفيديو سكريبت والانفوجرافيك. المعلومات برضو في الانفوجرافيك في نفس الكيس، اللي هو ما تتعرضش للشمس من 10 للساعه 4. فين؟ في انهي دولة؟ في انهي وقت؟ في الصيف ولا في الشتاء؟ في انهي حتة؟ فهنا المعلومة تاخد كوبي بيست. هل بس تقييم المعلومة هي فكرة هل المعلومة دي حقيقية؟ ما احنا عايشين دي الشمس، انا بخرج بالشمس عارف مدى قوتها عاملة ازاي، امتى وفين. فتقييم المعلومة هنا مهم جدا. وهل المعلومة دي يعني حتى لو هي حقيقية هل هي فاهمة ولا انا هتدمل ليها الكونتنت بتاعي عشان يبقى اسمي مثلا عندي احصائيات او ارقام. في حد عملها بطريقه حلوه قوي وهو كتب ما تخرجيش في الشمس طول ما ظلك اقصر من جسمك. في هنا في معالجه حصلت ده اعلى وقت لليو في. فدي لا معالجه خلت الموضوع براكتيكال وحقيقيه. يعني انا ما خدتش المعلومه كده وخلاص، لا في حاجه انا افهمها، انا كحد بستهلك الكونتنت استخدمها. فهنا ينقلنا للنقطه الثانيه وهي فكره قبل برضو اي حاجه انا بص على الكونتنت اللي انا عامله. هل لو انا استهلكت الكونتنت ده كبني ادم في الدنيا هتفاعل معاه او هتاثر بيه؟ اظن ده هيخليك تلغي تقريبا البورتفوليو بتاعك، اغلب البورتفوليو بتاعك، وهيخليك تبص للكونتنت بطريقه مختلفه تماما. ده هيخليك تستخدم توصل للليفل صعبه، مش صعبه،
لا على فكره معظم الناس هتيجي تفتح البورتفوليو بتاعه يقول طب ما هو زي الفل هو حلو شكله هيجوا بعدها ب10 دقايق بس يدخلوا على تيك توك هيبقوا يوزر بيكي جدا وبيختار حاجات لما هي بس مش مظبوطه ومتفصله عليه هيقوم انت متخيله هيقوم عاملها كده فطيرها. لكن في البورتفوليو بتاعه لا هيبقى شايف كل الحاجات العاديه قوي والاقل من العاديه ان هي حلو ما هو شغل او لا. ما هو انت المفروض البورتفوليو بتاعك يبقى موجود فيه حاجات انت لما تشوفها كيوزر على الفيد بتاعك ايا كان النتورك ايه تبقى مستمتع وانت بتستهلكها تبقى مؤثره فيك بس مش تبقى مؤثره فيك بغض ايا كان الهدف بقى الهدف المتعه الهدف ايا كان بس وضع ان انت تحط نفسك مكان المستهلك ده مش محتاج لكورسز ده. والله لو بس كان في حد قدم حاطط اللاير ده ما كناش هنبص على اي حاجه تانية. فكره انه يكتب كونتنت حقيقي ده اللي هو لو تعرض له يعني ادم العادي هيتاثر بيه لان هو بيكلم بني ادمين مش بيكلم اي حاجه تانية. فده اللاير لو حطيته على اي حاجه انت بتنتجها هتلاقيك بتفلتر جزء كبير جدا وهتلاقيك بتطلع خامه مختلفه من الكونتنت تماما عن اللي انت بتشوفه او بتتعرض له او بتتعلمه. ده اللي المفروض اصلا تتعلمه. اوكي تعالى نرجع بقى للتاسك التاسك الانفوجرافيك بصوره اساسيه. اكبر مشكله موجوده معظم الناس يا جماعه مش فاهمه يعني معنى كلمه فيجوال كونتنت. هم يعني التصور عن كلمه فيجوال كونتنت ان هو كونتنت تكست هحطه جوه ديزاين او كاروسيل او انفوجرافيك. ده ملوش علاقه بالفيجوال كونتنت اصلا. الفيجوال كونتنت هو من اسمه فهو كونتنت هيتفيجوال يبقى انا مش محتاج اتكلم فهو عكس الكلام. فتخيلوا بقى ان 100% من الناس اللي عملت الانفوجرافيك هي كانها عملت ارتكل حطتها متقسمه جوه انفوجرافيك. لا يعني لو شايف لو في لا ما هي نفس الفكره. كان في حاجات لو حد عمل فيها حاجه فهي حاجه مالت خانه مش اكتر. مالي خانه زي رسومات توضيحيه زي ما هي دي بقى دي تكمله النقطه الثانيه وهو انك انت فيجوال كونتنت ده معناه عكس التكست كونتنت. فانت محتاج اصلا وانت بتفكر ايه اللي هيتقال تبقى بتختار الخامه اللي هينفع تتفيجوال اللي مش محتاجه جمله عشان تتحكي. لا دي محتاجه نرمز محتاجه بس مشاوره محتاجه حاجه ينفع تتفيجوال. معظم الناس ما كانوش عاملين كده وايه كانوا بيحاولوا مثلا يبقوا بيحطوا احصائيات في وسط الكلام اللي هم بيقولوهم ارقام نسب بس مش ايكونز اشكال يعني كل الفيجوالز بقى كانت زي ما انت بتقول رسومات توضيحيه سبورت فيجوال. لو بنتكلم على الشمس صوره للشمس تطول مش عارف ايه. بنتكلم على نظاره صوره للنظاره شمس موجوده لا مش الفكره هنا دي مش فيجواله. السبورت فيجوال في الاخر ما ضافليش حاجه. لكن الفيجوال كونتنت لو لغيت الكلام المسج توصل لك برضه بالظبط. لكن احنا لو لغينا الكلام وشوفنا صوره نظاره وصوره شمس ومش هنبقى عارفين المسج مش هتبقى وصلت. وده مش هتبقى انت شايف في كور مسجز انت محتاج ما تقولهاش توريها. فانت مش هتبقى اصلا بتستخدم الكونت مش اللي هو لو خبيت التكست هبقى المسج هتفهم. لا دي كور مسجز حلوه جدا. انتوا دلوقتي هيطلع لكم على الشاشه اكزامبل تمام من احنا اتبعت لنا حاجات كتير يعني غير المره دي اتبعت لنا قبل كده كلام. فاحنا هنحاول نجيب اكزامبل هنعرضه من الفيجوال كونتنت اللي مش فيجوال كونتنت تمام. وهنجيب لكم اكزامبل تاني جنبيه فيجوال كونتنت حقيقي. فانتوا من الكونتراست ده ده اللي اسمه فيجوال سبورت وده اللي اسمه فيجوال كونتنت. بالظبط. اتكلمنا عن المعلومه والتعمق فيها. فكره اصلا يعني في معلومات كانت من 3 سنين مهمه جدا تتقال. دلوقتي خلاص حتى لو كانت هي براكتيكال وحتى لو كانت متسلكته ومتعمقه خلاص الناس كلها بقت عارفاها. مش لازم انا اقعد اقول ان الساوند بلوك لازم ما يكونش مثلا الاس بي اف اقل من 50. دي خلاص دي لو حد دلوقتي ايا كان او هتقولها هتستخدمها لكن مش هي المين. يعني دي لو عندك مين بوينتس كده 10 بوينتس مثلا او 10 كور مسجز تقولها دي تبقى ال9 وال10. ده لو هي بقى نقطه التقييم يعني يعني هي الفكره بقى ان هو دي زاويه تقييم مختلفه. يعني بغض النظر عن ان المعلومه دي مكانها فين في الانفوجرافيك هي مكانها فين في السوق
بتاع بالظبط. المعلومات. فهل هي معلومه تم استهلاكها بس مهمه فلازم تبقى موجوده بس مش هتاخد المساحه، ولا هي اللي هي معلومه مش معروفه اصلا فلازم نبني عليها ونبروزها؟ فده زاويه برضو ما شفناهاش في اللي اتقدم يعني. حاجه تانية بقى، لما بنجيب بقى المعلومات كده برضو في مشكله NI، وانا بتكلم باللغه الفانكشنز عشان احنا شرحنا الكوجنيتيف فانكشنز، وهي ببساطه هي فكره الترابط او اتساق ما بين الكونتنت او الكور مسجز اللي انت عايز تطلعها في الجرافيك ده. في مشكله كبيره جدا وهي ان في معلومات كتير جدا اتقالت بس مفيش لا اتساق في المعلومه نفسها او اتساق في اللهجه. ما اعرفش دي مشكله شات جي بي تي ولا مشكله ايه بالظبط، بس مثلا اول حاجه انه لو هنتكلم على جزء اتساق المعلومه، انه جمله من الشرق على جمله من الغرب. مثال مثلا ان انا اول بوينت بتكلم على واقي الشمس ممكن يسبب لك اكس، اللي بعدها مش ضروري تستخدمي واقي الشمس نفس لكل انواع البشر. في هنا معلومتين في حاجه ناقصه، في معلومتين وانا استهلكت كونتنت بس ده ايه؟ اوكي، ده مش ملوش اي سياق، في عدم اتساق بين المعلومتين، فما اعرفش ده. فمثلا بقى لا يعني فمثلا في حاجه زي دي المفروض يكون في اتساق في المعنى. انا ما عنديش مثال دلوقتي حالا. هو جزء تدرج الكور مسجز، يعني هو حد قبل ما يبدا ان هو يعمل البيس اوف كونتنت كانه هيحط في دي اي معلومه يقابلها عن لسان بلوك. هو شايف بالظبط، هو كأن المنتاليتي تبقى كده واضح. بالظبط. هو المفروض بقى يبقى طابخ المعلومات اللي معاه، فراسم رسمه معينه بيها، مديلها اوزان مختلفه، طرق عرض مناسبه لكل خامه معلومه فيهم، وهكذا يعني. بالظبط. تاني حاجه او تاني مشكله هي فكره الاتساق في اللغه. دي معلومه بسيطه جدا، هي فكره ان انت تبقى بتتكلم فصحى او عاميه او ما ينفعش تدمج ما بين الاثنين، بس فانت تبقى بتستهلك الكونتنت بتصف لغه. هي بس هي فكره ان هو دي دلاله مهمه جدا على انه بعد ما خلص الكونتنت ما رجعش فهمه كانه يوزر عادي، فما حكمش عليه بنظره حياديه وعادله يعني. ودي نقطه مهمه جدا، العين اللي هي بتاعت ان انت بعد ما تخلص كده في ناس كتير جدا جدا ما بتعملش الموضوع ده. هي بتخلص وبسرعه تسلم، او بتخلص وما بتبقاش عندها طاقه انها تستهلك الكونتنت بتاعها. بس او ده بتستهلكه بعدها مباشره، بتبقى العين لسه ما لحقتش لسه ما لحقتش توصل. فده مهم، لو فصلت ورجعت استهلكت الكونتنت تاني بعدها هتلاقي في مشاكل كتير جدا انت نفسك شايفها. يا جماعه كان من يعني بدايات في اللي هو هاو تو كونتنت، كان من الخطوات اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه لازم تاخد بالك منها، هي من كتر ما هي بديهيه وبيزك وصلنا دلوقتي ان هي اصلا مختفيه، محدش اتكلم عنها، لها وزن. في مشكله كبيره جدا ودي مسؤوليتنا، هي البيز بتاع الكونتنت. في مشكله تاسيس، عارف كده، زي مشكله التاسيس بتاعت انا مش عارف كده انا هبقى بقاوح ولا لا، بس اللي احنا بنتكلم فيه موجود في فري كونتنت من 2013 2014. انا مش وده معناه ايه؟ ان هو عمال بيتكرر، مش معناه ان هو في حاجه مثلا نزلت ساعتها، لا كل الناس احنا وكل الناس من 2014 قاعدين بنهدي في نفس الحاجات، فالحاجات دي موجوده فور فري لكل الناس بلا اي شروط. فلو شخص لوحده مش واصل لها، الحاجات الادفانسد بعيد عنه. ليه؟ لان هو ما اخدش الخطوه السهله، هياخد الخطوه الصعبه، يعني ما رفعش الوزن القليل، هيرفع الوزن الكتير ازاي؟ عشان فانا شايف ان المشكله، يعني انا بقولش ان احنا غلطانين، احنا غلطانين في حاجات كتير، ان هو مقصرين في حاجات كتير، بس الليفل اللي هو من 0 ل 1 ده ليفل متاح لكل الناس. فلو شخص سايب نفسه ما طلعش الليفل ده، فهنا المفروض نشاور، نقف ونقول خلي بالك انت كده مش بالسرعه المطلوبه ومش في الاتجاه المظبوط. في حاجات احنا مقصرين فيها في ليفل يعني مثلا انك تعلمه ازاي يكريت element، يكريت كونتنت، انما الليفل
ده جمله مختلف. تبقى انك تستهلك الكونتنت از يوزر مش محتاج حد يشرحه لك. ان حد بقى ان هو ده الفيز جمله بالعربي جمله ده حاجات يعني ماشي خلاص. دي النقطة اللي انت كنت بتتكلم فيها بس اللي هو فكرة ان هو حد يستهلكه كيوزر. اظن كمان يعني مش عارفة دي ممكن تبقى حاجة تبقى انه يسجله ما بس ما يقراهوش. انا نفسي لما بقراه ممكن عيني تصلح لي الغلط. اجي اسمع الكلام ده بقى بعدين بحس ان في حاجه غلط. بقى انا مش متخيل ازاي في ممكن حد يعمل فيلم في الدنيا وما يسمعوش. يمكن ده عشان انا نوع شخصيتي كده، بس لو ما تسمعش فانا بالنسبه لي هو لسه ما في غلط. حتى لو هو مش فيديو، طبعا حتى لو مش فيديو، حتى لو اي تكست. التكست كده ليه صوت في الدماغ. فانت لو ما عملتش تشيك على ده وما تاكدتش ان الفلو مظبوط يبقى هتخسر كتير قوي من اهتمام وانتباه واستفاده اليوزر. يعني احنا لحد دلوقتي اتكلمنا ان احنا نحاول نبص على السلكشن بتاع المعلومه ومدى التعمق فيها، مراجعه الكونتنت نفسه از يوزر تسمعه، وليفل كونسيستنت بالظبط الاتساق. حلو. اللي بعد كده هو فكره ان احنا بنعمل كونتنت مش لازم نبيع حاجه. ده في الانفوجرافيك عدى علينا دلوقتي، وقبل كده فكره ان انا ابيع برودكت. يعني انا الانفوجرافيك اصلا ما فيهوش، مش مطلوب فيه تبيع. ماشي، بس ده كان مكرر كتير اظن. كان مكرر 3-4 مرات المره دي، لكن المره اللي فاتت كان كتير جدا. او مش المره اللي فاتت، في الانترنشيب اللي بتحصل كل مره هو الانترنشيب الاخيره، وكل كانت كده الدماغ رايحه ان احنا بنبيع حاجه. لا، مش لازم نبيع حاجه خالص. مش لازم لما ازاي تحمي نفسك او جلدك من الشمس، مش لازم اروح اقول لها سان بلوك ولا بقى هعمل لها كوميرشال كونت. ايه تاني عندكم؟ انا عندي مشكله في استخدام الاي اي. مش عندي مشكله مع استخدامه، مع طريقه استخدامه. يعني كانه الحد اللي هيحل لي الواجب بس. فاهم اللي هو خد ده، فهمت انا عايز ايه، اتبعت تمام مسلم بيه. ما احسنناش استخدام الاي اي. طبعا يعني لازم نستخدمه، يعني اكيد كلنا بنستخدمه. سيف لخص الموضوع ده في فيديو قبلها على الجروب، وهو بالنسبه لي كان تلخيص حلو قوي. وهو فكره ان انت تتعامل معاه على انه غبي صح. فتقرر تاخد ايه منه وما تاخدش ايه منه. فتتعامل معاه ان هو غباء اصطناعي، انت بتوظفه عشان يساعدك، يسهل لك، يسرع لك. لكن ان هو يعمل لك الحاجه كلها، ده المشكله. ده بقى ادى الى نسبه تشابه عاليه جدا جدا في كل الحاجات معظم التصوير اللي معمول. لان هي في الاخر، ما هو ده بقى يعني عارف، انتوا ممكن تبقوا شايفين دلوقتي اسقاط حي على التغيير اللي هيحصل في الدنيا بسبب الاي اي. دي جمله كبيره جدا عشان نستوعبها محتاجين سنين، بس احنا معانا اسقاط صغير جدا دلوقتي. شفتوا ازاي الاي اي ما نفعش معظم الناس اللي قدمت، مع انه قوي جدا ويقدر يديهم كل حاجه في كل حته. ليه؟ لانه خلاهم شبه بعض، وبالتالي ما بقاش حد فيهم مميز، وبالتالي خلاص ما حدش متشاف. انت دايما هتشوف الشيء المختلف والمميز واللي اعلى من الطبيعي او اعلى من الافريج. بس فهو يعني اظن تحذير يعني بدري شويه في انك انت تعرف تتعامل مع العصر الجديد مظبوط. لو استخدمناه بالطريقه اللي احنا شفناها هنا في اعتماديه، هنا يتم استبدالنا وش. هنا الاي اي خلاص هيتم استبدالنا. يعني نفس خامه التاسكات دي، لو في حد عايز يطلع كل تاسكات كل الناس، يعني اللي هو 6 في عدد الناس اللي قدمت، عايز يطلعهم في ساعتين هنطلعهم. فتخيل شغل ناس كتير قوي ممكن واحد يقدر يطلعها في ساعتين. ليه؟ لانه ما فيهوش انبوت بشري قوي او مختلف او يونيك متاخد زي ما هو بتاع، يعني كأن حد حللنا الواجب زي ما هو قايل. بس فدي الحمد لله ان هي جت بالصدفه قدامنا، فيبقى علامه للتاريخ. يعني نرجع كده بعد 3 4 5 سنين للفيديو نقول والله حاولنا نشاور على في ناس ممكن تقول ان هو ذكي جدا وبيقلل الوقت، وفي ليفل
يعني في من الحاجات اللي اتبعتت، عارفين الجمله اللي في الاخر اللي هي هل تحبي ازود لك مش عارف ايه، كانت موجوده. ايوه بس ده بعيده قوي يعني. أيوة. ده مش حاجه نتكلم ده فيها. اللي هو متخيلين يا جماعه في حاجات اللي هو الشخص ما لا مش كوبي بيست بس ما اقراهاش يعني بس عادي يعني خدها كوبي بيست بس اقراها فانت تبقى عارف انت قلت ايه. لا ده كانت حاجات بتاخد كوبي بيست حتى من غير ما نقرا ايه الكلام اللي موجود جوه. فمتخيلين درجه الاعتماديه عامله ازاي. ده بكده يستبدل بمنتهى السهوله او بيبقى شفاف مش متشاف. كان في جمله فريد بعتولي كان اللي هو حد مقدم بحث للدكتور فكتبوا في الاول تمام فهمتك بص تاني. ده كان في برضه في الجزئيه دي حاجه ليها علاقه بالدبث بتاع الكونتنت خفيف جدا. وفي ناس كاتبه في انفوجرافيك 4 معلومات او 4 كور مسجز، بغض النظر عن ان هم 4 مش العدد، ان هم نفسهم بسم الله الرحمن الرحيم كده في يعني مش دول مش في اول بيج، مش بيبقوا في اول بيج، دول بيبقوا ما اعرفش دماغ مش محتاج تدور عليهم وليه يعني هم موجودين في دماغ اي حد. وده ريد فلاج كبير جدا. تاني يا جماعه نتكلم في نفس الموضوع. في خامه معلومات تتحط تحت كاتيجوري اغسل ايدك قبل الاكل وبعده، دي اسمها معلومه، ده اسمه فاليو، ومحدش يقدر يقول لك اي حاجه، بس مش هتفرق مش هيأثر في اي حد ولا حد اصلا هيديله اي اهتمام. لان اكيد لو حد جه قال لك انت كده اغسل ايدك قبل الاكل وبعده هتبص له بصه كده اللي هو كل مجال بقى في كاتيجوري معلومات اسمه اغسل ايدك قبل الاكل وبعده. ففي حاجه زي الشمس المعلومات اللي هي اكتر معلومات على السطح اللي انا متاكد 100% انت شايفها بديهيه بس مش عارف ليه انت قررت تحطها. بس انا وانت عارفين ان هي يعني انت جايبها كده مش عارف ما لقيتش غيرها او حاجه، بس باين ان هي ما اتعملش فيها مجهود اي مجهود خالص، فبالتالي هي طالعه ضعيفه جدا مش بتضيف اي قيمه في البيس اوف كونتنت بتاعتك. اوكي انا اظن ننقل على التاسك اللي بعديها عشان كده لسه فاضل 5. بس انا عندي حاجه، ما انا على فكره في الاثنين. وانا بتكلم على الفيديو سكريبت والانفوجرافيك. حاجه سريعه برضو، السكريبت مش حوار يعني مش محمود نقطتين اي السكريبت ليه اشكال كتير جدا، غير ان انت تبقى عامل حوار ما بين شخصيتين قاعدين بيتفرجوا على حاجه. والموضوع السكريبت نفسه كبير جدا، بس حاول تدور على اي سكريبت مش حوار. هقول لك على حاجه عام يعني ده في الاخر دايركشن. انا نوع من السكريبت ممكن اعمل صح يا سيدي يعني طبعا، بس معظم الناس بتستسهل على انه دايركشن سهل فيجي قدام يكلوع، بس هو ينفع يتعمل صح وينفع يتعمل حلو. اوكي الفكره بقى مش في الدايركشن ده، لا الفكره في السنس بتاع ان الشخص عايز يكتب سكريبت فيلم سينما، وده مش المطلوب. مش هو ده الكونتنت اللي انت بتتفرج عليه وبتستهلكه كل يوم من الساعات. معظم برضه الحاجات تدخل تلاقيه يقول ايه مشهد خارجي بنهار ضوء مش عارف ايه مش ده المطلوب. انا عارف ان دي ممكن تبقى صور ذهنيه من كلمه سكريبت، دي كلمه عامه جدا يعني كلمه ليها 500 في احتمال وطريقه فهو الموضوع مش سينمائي. حط في دماغك قانون، بس انت محتاج تبقى عارف كويس قوي ايه اللي هيتقال وايه اللي هيحصل وانت بتقول اللي هيتقال ده. بس لو عرفت الحاجتين دول حطهم بقى ايه احسن حاجه تظهر او احسن ايه احسن حاجه تحصل، احسن عرض بصر ممكن يحصل للكلام ده. لو بقى الكلام موزون فدي الخطوه الاولانيه، انك يبقى معاك الكلام موزون، يبقى الفلو مظبوط. فاللي هو لو طالع على شاشه سوداء تبقى انت مش قادر تسيبه وتبطل تسمعه حتى لو هو بس بدون اي فيجوالز. الفيجوالز بقى هتبقى هنا اضافه للموضوع. المعالجه دي تاني او ثالث خطوه او رابع خطوه في سياقات معينه، هي المعالجه اللي انت تعالجه بشكل عامل ازاي. بس استهلاكي واستهلاك دماغي في ان انا بكتب حوار او بعمل سكريبت شكله حلو، ده مش الخطوه الاولى خالص. وده اللي هيودينا النقطه الثانيه اللي كتير جدا بيقع فيها في جزء السكريبت، هي وفي الكونتنت بشكل عام، هي الانغماس في السياق والمقدمه. الكور بيبقى ضعيف جدا، وانا اتسحلت ودماغي اتسحلت في ان انا يعني في مثال كده او مثالين حتى، في 335 كلمه يعني تقريبا 3 دقائق
قبل ما اتكلم في الموضوع. لسه ما ابتديناش في الموضوع، الفيديو من الفيديوز اللي اتعملت في حد تاني تقريبا 700 كلمه ولسه ما اتكلمش في الموضوع، هو لسه في المقدمه. هو 100% اتحرق، 100% ده خد منه وقت، 100% ده ما خلاه يطلع الكونتنت بتاعه او السكريبت بتاعه ضعيف جدا، ومحدش هيستنى اصلا 3 دقايق او 7 دقايق عشان يستهلك يعرف انت عايز تقول ايه يعني. فالسياق والمقدمه برضه هم مش اول حاجه، والسياق هنا مقصود بيه المقدمه واخر السكريبت برضه، لان في ناس المعلومه اللي هي عايز تقولها بتقولها في النص، وبتقعد بيبقى في حشو في الاول وحشو في الاخر، والحشو ده ملوش اي قيمه، لانه هو في النهايه انت قلت لي معلومه واحده بس قاعد تلفلي حواليها بطريقه ما زودش في اجمالي فاليو للخارجه. فهو كده انت ما كسبتش حاجه عند اليوزر دي. بس اخر حاجه بقى، وهي مش في الكونتنت نفسه، هو في الانجيجمنت تريجر. كان في سؤال في الانفوجرافيك تحديدا، وهو فكره ازاي هتخلي الناس يتفاعلوا مع الانفوجرافيك ده. كان في واضح كده انه برضو في عدم تخيل او عدم وجودنا في الواقع، ان انا الشخص ده لو في حد استهلك الكونتنت ده هيتفاعل بشكل عامل ازاي. يعني مفيش تريجر، مفيش حاجه تحفز الشخص ان هو يعمل اي انجيجمنت مطلوب. حتى لو قلت لي اعمل كومنت واعمل، ده مش التريجر، ده الاكشن اللي هيتعمل، ده الانجيجمنت اللي هيتعمل، لكن مفيش اي حاجه محفزه. من اكبر الحاجات على فكره اللي انت متخيل كام فيديو بتشوفه على اليوتيوب حافظ نفس الجمله، اعمل لايك وسبسكرايب وشير وكومنت، دول الاكشنز يا جماعه، دول ما لهمش لازمه. انت هتعمل ايه تخليني عايز اعمل الافعال دي؟ هو ده الموضوع بالظبط. التريجر، الانجيجمنت تريجر والكونفرجن تريجر، هم دول اللي ليهم لازمه، مش انك تقول يا جماعه اعملوا سبسكرايب. انت كده ما عملتش حاجه، ما ضفتش اي حاجه للموضوع. ازاي يعملوا او ما عملوش غلط؟ هو فكره ان انت بس تشوف ايه الحاجه اللي هتحرك البني ادم انه يعمل لك الاكشن ده. فمثلا مش معنى ان انت قلت لي في الاخر كده قول لنا او عرفينا انت بتستخدمي السام بلوك، ايه نوع السام بلوك اللي بتستخدميه، ليه هتعمل ده؟ يعني فكر شويه قبلها. هو ده التريجر، هو ده اصلا المطلوب، الانجيجمنت تريجر. هو ليه؟ ايه المحفز اللي هتحطه يخلي الناس تسيب لك الكومنت ده او تدي لك الانبوت ده؟ في نفس الوقت في حاجه ممكن نقع فيها في الانجيجمنت تريجر، هي فكره صعوبه تنفيذه. يعني في ناس كانت كاتبه قولي لي تعرفي ايه الفرق بين السام بلوك المعدني وايه الفرق ما بين السام بلوك الكيميائي. دي بيس اوف كونتنت، محدش هيروح يعمل ده ايا كان المحفز. ايا كان المحفز اللي انت حاطه، فده اكشن صعب جدا انه يتحط يعني، ومحدش هيعمله لك، وانت نفسك مش هتعمله. ما فيهوش سببيه او ما فيهوش انا بقى استفدت ايه. حتى لو في استفاده ما تطلبش مني حاجه مجهودها كبير عشان تتنفذ، مقارنه بحجم الفاليو اللي انت مقدمه نسبه وتناسب. يعني وما تسيبهاش مفتوح. فاللي هو قولوا لنا، اعملوا لنا، حتى لو في الاستسهال بتاع الموضوع، حتى لو في تريجر. هنتكلم لو في تريجر ما تسيبش، يقول لنا رايك، ده اضعف حاجه. اي ما هو لو في تريجر اصلا مش هتبقى محتاج تعمل الاستسهال. لو ما فيش بقى تقوم قايل ايه قولوا لنا رايكم في كذا كذا كذا. ده كده ده الفيرست ثوت بتاع الموضوع ده، ان اول حاجه هتيجي على الدماغ يلا اقول لهم يقولوا لنا اي حاجه في اي حته. لا، انت المفروض بقى تقعد تتكتك، تقعد تقول لا حلو انا لو رحت عملت كذا وقلت لهم لو عملتوا كذا انا هعمل كذا، كده الموضوع اتربط، فساعتها يشتغل. ممكن تعمل او تبني بيس اوف كونتنت كامله فيها دسم اكتر من البيس اوف كونتنت اللي انت بتشغل عليها، عشان تروح تخليها هي التريجر، هي الحافز اللي يخلي الناس تعمل لك كومنت. فتقول لهم لو عملتوا اكس هبعت لكم الواي ده، والواي ده بيبان تقيله جدا يا جماعه. برضه ما تحفظوهوش مش تمبل يعني، ده برضه مش لازم. ممكن بطريقه جميل تعمل بيهم تريجرز ملهاش علاقه بان هو اكتب لي كذا في الكومنت عشان ابعت لك الفايل الفلاني. ده اسقاط بس صدفه انه ممكن يكون استخدم كتير قدامك، استخدم مننا، ده اسقاط المفروض من ضمن مئات الاسقاطات اللي ممكن تعمل بيها انجيجمنت تريجرز. بالظبط. في بونص بقى على الحته دي، هو صعب شويه، وده هو فكره ان انت تخلي الاجابات او الاكشنز مش شبه بعض. لو هو الكومنت على سبيل المثال فما يبقاش كله كاتب تفصيل 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 تفصيل. ده حاجه مش دايما هتلاقيها سهل انها تتعمل، بس الجوريثم وايز ده هيكون افيد لك
في كانجيجمنت تريجر يعني. بس ده كل الكومنتس تقريبا اللي عندي على التو تاسكس، السكريبت والانفوجرافيك، ودول اكتر تقريبا حاجه هيكون فيها كومنتس عشان ما حدش يعني مش هنطول. ايه تاني؟ هل في حد قابل اصلا كومنتس تانية؟ يعني احنا اتكلمنا عن الجزء بتاع ان كل الناس اصلا ما فكرتش في المطلوب في الفيديو سكريبت بطريقه مظبوطه. كل الناس باديه كلامها اصلا بمعلومات غلط، والغلط فيها ايه غلط، وهي مش بنروح نتشك عليها يا صح لا، دي حاجات احنا كلنا كنا عايشينها. فهي اثبات الغلط للصحه هنا مش محتاج حاجه يعني غير ان احنا بس وليكن مثلا هل انت ما ركبتش اوبر سنه 2020؟ نو واي، ما ينفعش. هل ما طلبتش طلبات سنه ده؟ هل ما فيش يوم ما كانش؟ هل جروفو ما كانتش موجود سنه 2017 ولا ده؟ الحاجات دي احنا عايشينها مع بعض في الكام سنه اللي فاتوا. دي نقطه. النقطه الثانيه والاهم في الفيديو سكريبت، احنا المفروض عايزين كان مطلوب ايه؟ كونتنت بيعرض ويعلم الكونتراست اللي حصل ما بين فترتين في الزمن في الكونسيومر بيهيفير، في السلوك الشرائي للمستهلكين. تمام؟ ده كمان مطلوب. معظم الفيديوز هي الاساس اللي فيها ان هي بتحكي ايه اللي حصل ال6 سنين اللي فاتوا، وكأننا مش عارفين، وكأننا ما عرفناهوش. فبتبتدي بقى تقول في بدايه السكريبت اللي هو ودخلت الكورونا، وبعد الكورونا عشنا فتره الانتعاش، وبعد كده جت المقاطعه، وبعد المقاطعه ايه ده؟ احنا مع بعض لسه عايشين من شويه. لما تحكيهولي بالتسلسل ده ولا كأن حاجه حصلت، لانك انت بتحكي لي حياتي القريبه جدا اللي هي يعني انا وانت شايفينها وعايشينها. نوستالجيا مثلا، نحكي اللي زمان سنه الالفينات لما كان موبايلي 300 لا مش بتفكرني حتى الدفع بس بدأي مشاعر. لا انت بتقول لي الكام سنه اللي هم يعني مش جمال خالص في الاحداث بتاعتهم اللي فاتوا اللي كلنا عايشين فيهم. فده برضه الاغلبيه يا جماعه درجه مخيفه فعلا. هو مثلا لو بنتكلم في ان في 70 80 60 فيديو سكريبت اتقدموا مثلا، في 59 معتمدين على انا اقول. فاللي هو يعني ده اخر حاجه كانت المفروض تعمل، بس انك انت بتحكي اللي حصل في الفتره ودي احصاءات تحطها ما بين الاحداث. وجات الكورونا فالاي كوميرس ارتفع، جات المقاطعه فاللي مش عارف ايه انخفض. ده دليل على انك تبقى فهمت قوي ايه اللي حصل فعلا، عملت ريسيرش عميق، فتبقى عارف اللي هو ايه، كانك رايح تتحضر بحث كده في موضوع، كانك هتطلع تقوله قدام دكاتره الجامعه بتاعتك مثلا. فمنه بقى انت هتطلع كونتنت خفيف ينفع اي حد من العامه اللي زينا يستهلكه ويبقى فهم معلومه هو ما كانش فاهمها، زي ما بيحصل معاك في حاجه التحقيق مثلا، فيفهمك حاجه في الفيزياء وانت عمرك ما دخلت في الموضوع. بس التاسك اللي بعده اوكي، تاسك سيرش كومنت. اظن انت هيبقى عندك كومنتس كتير جدا. هي يعني فيها كتير اتقال، جزء السلكشن بتاع المعلومه، جزء الاستسهال، جزء الكلام ده. بس الفكره نفسها ان في تاسك سيرش التفكير بقى أزم دي حاجه هتنزل على جوجل، فخانه المعلومه اللي موجوده ما تقارنتش باللي موجود اصلا على جوجل. يعني المفروض ان احنا بنعمل كونتنت ينزل عشان يرانك، عشان يظهر اكتر من الكونتنت اللي موجود حاليا، بغض النظر عن الكونتنت اللي ظاهر فيه 10 حاجات مثلا يخليه يظهر، من ضمنهم ان هو ان الشخص يكون او الكرييتور يكون مقدم valuable content. فاحنا هنتكلم بس على حته الكونتنت بغض النظر عن الحاجات الثانيه اللي نخليها برانك. لو انت كتبت اصلا الاسئله اللي هي ظهر فتحت الاجابه اللي اوريدي انت يعني واخد منها السؤال كام بيست، الاجابه اتقل 5 مرات من اللي مبعوثه. فيعني مثلا ممكن يكون الويب سايت اللي مرانك دلوقتي مجاوب السؤال بمعلومات تقييمها 8/10، انا اغلى معلومه مثلا تقييمها 2/10، فمستحيل ان انا اظهر. لان انت المفروض بقى اللي بتعملي ايه؟ تبقي بتاخدي من اللي عامل 8/10 ده واللي عامل 8/10 عامل 8/10 عشان تشوفي ازاي هتعملي حاجه 9.5 بالظبط. انت هنا عملتي عكس المطلوب بالظبط. فانا ما قارنتش اصلا بين الكونتنت اللي موجود عشان اعلي عليه. لا، انا عملت ايه؟ فتحت الاسئله خدتهم كوبي بيست، لحد في ناس والله ناس سكرين شوتس متقفله ما جبتش اسئله. الناس ده لوكس السنه يا جماعه كان مميت. يعني اللي هو في ناس اللي هي السن حتى يعني احنا دي اصلا قصه ايه؟ انك انت هتجمع الاسئله وتجاوب عليها احسن اجابه ممكنه. في ناس
اخدت سكرين شوتس من الاسئله وبعدين حطاها، وحتى ما جاوبتش عليها يعني، حتى ما كتبتش الاسئله حتى. فاهمين اللي هو الموضوع كان فيه بس ده مش التجربه الخاصه اي حاجه. بالظبط. دول مثلا اللي هو ايه الناس المقدمه في درجه استسهال اللي هو مش مترتين ولا اي شيء في التاسك، او لو مش فارقه معاهم اصلا هم داخلين عايزين يقدموا حاجه قويه ولا لا. فهو قبل ما بنبدا تاسك ليه علاقه بالسيرش كونتنت المفروض ان انت بتستهلك اكتر كونتنت موجود ومرانك، عشان تبقى عندك بنش مارك انت عارف انك لازم تعلي عليه عشان تظهر. لان انت حتى لو عملت زيه ممكن يكون الويب سايت اللي مرانك هو حد اوثوريتي اكتر بكتير، فكده كده هيفضل مرانك. فانت المفروض ان انت تقدم اضعاف الفاليو اللي متقدمه عشان يبقى في فرصه ان انت تظهر. ده بالنسبه للجزء بتاع ان انا ازاي اتعاملت اصلا مع الالجوريثم او مع النوع ده من الكونتنت. في حاجه كمان برضو شائعه في جزء اللي هي في كونتنت عموما، وهو الكونتنت لينث بيعبر عن الفاليو اوف كونتنت. يعني انا مثلا السؤال لو هو اجابته 10 سطور، اذا هو 10 سطور دول فاليو كونتنت. على عكس ان انت 10 سطور دول اصلا ممكن تختصرهم في 3 كلمات. فالدماغ بتبقى رافضه انا ليه هختصر وانا مش بقدم ستريت كونتنت، انا بقدم فيديو كونتنت يعني لازم اقدم كونتنت كتير، لازم ارجع وحش بالظبط. احنا عايزين يكون في comprehensive content بس في نفس الوقت يكون concise، يعني ما يكونش فيه معلومه ينفع تتفلتر او جمله ينفع تتفلتر وتفضل موجود. لان اصلا خامه بغض النظر كمان عن هو هيفي كونتنت عموما، لا خامه الكونتنت المطلوب دلوقتي اللي هو الاف كيوز هو يوزر بيستسهل اصلا. يعني هو يوزر بيدور على سؤال وفاتح جوجل عشان يشوف اجابه تبقى بالنسبه له مشبعه بطريقه ممكن تخليه يدخل يكمل يستهدف اكتر، بس هو لو ما شبعش مش السطرين دول مش هيدخل. فالمفروض يكون في ليفل سيلكشن وفلتره اكتر لحجم من الكلام. في جزء هنا ايثيكال عالي جدا، فكره ان خصوصا في السيرش كونتنت جماعه الناس بتعتمد على ان الاجابات دي حد مفلترها وحد متخصص هو اللي قايلها. توبك زي الشمس، انت كل معلومه بتكتبها هي خطر جدا بالظبط، حد ممكن يستخدمها ويجربها وانت تلبس بالظبط. ففي هنا درجه من المسؤوليه عاليه جدا. وفكره اصلا ان هو انا لقيت الحاجه دي على جوجل طلعت لي في الاول الكونسيبت ده اللي هو متخيلين الموضوع لو رجعنا بيه هنلاقي ان في حد قال معلومه ما كانش متاكد منها عشان ما اتقنش شغله، فجي واحد لقى قايلها فصدق ان هي حقيقيه، فجي 4 شافت قايلين عليهم فبقى في 6 بيقولوا ان المعلومه دي موجوده، وكل يوم المعلومه بتتوثق بتكرارها لا بالغلط بتتوثق بالغلط اكتر واكتر. زي معلومه ان الميموري ستاندرد عندنا 8 ثواني زي السمكه. دي اصلا معلومه خاطئه جت في بلوج خاطئ في مره عند مايكروسوفت وتناقلتها كل جهات العالم، فبقت معلومه كل الناس مصدقاها بس هي بس فده جزء نقطه مهمه. وكل مكان في حته جزء مهم جدا هو انه دي مساحه لان انت بس لو عملت كونتنت حقيقي بس جاوبت كده اجابه بعد ما عملت السيرش بتاعك وخلصت الجاذرينج اتكلم حقيقي، بس ده يكفي لان اليوزر يبيت في البلوج بتاع الارتكل بتاعك. ليه؟ لانه لو انت 100% عديت يعني هتلاقي انه ديباجات محطوطه كتير جدا، كلام كتير جدا انت حاسس ان هو يعني كنا زمان بنقول عليه فونت اللي كاتبه او حد، دلوقتي AI اكيد اللي كاتبه، فهو مش حقيقي. فانت بس لو عملت مجهود في ان انت دي برضه على فكره من نقطه المعلومات، عشان انت ما معكش تقل وانت داخل محتاج تفلم، تبقى عندك فيلم تملى زوزات وحاجات حوالين الحاجه الاساسيه، فاهم؟ لكن انت لو داخل من الاول بقى تقيل، لو داخل معاك ما يكفي من حجم وما يكفي من العمق، هتلاقي نفسك مش محتاج تقعد تطلع نفس الجول في 4 سطور لما انت ممكن تطلعه في سطر، يعني انك عندك حاجات تانية مهمة كتير مش خايف بالظبط حتى هتوصل للكونتنت لينث اللي مطلوب، في نفس الوقت هتحقق باقي الاليمنتس، ما تضربش باقي الاليمنتس بالظبط. اصلا ما يعتبرش كونتنت لينث اصلا، يعني في مغلوطة على غلطة عن جوجل ان هو هيرانك لو جهاز كونتنت كتير. دي اصلا مش موجود، دي ما فيش اي حاجه ليها علاقه ان هو يعمل كونتنت لينث. قدم
valuable content. هم نسوبة قايلين ده صريحة، يعني قايلين ان هو ما تفكرش ابدا في عدد الكلمات، ما تفكرش في انك تعمل 3000 كلمة في ارتكل، ده مش بيعبر اي تعبير عن الكونفرنس، بس مش بيعبر. قدم valuable content بس، حتى لو الارتكل بتاعك هيكون يعني ممكن يبقى كونتنت مقدمه 1000 كلمة احسن كتير من جايد 6000 كلمة، لان 1000 كلمه دول في علامات بتقول انه اتصرف عليه مجهود ووقت كبير، هم بيقيسوها كده، الحاجه دي اتصرف عليها مجهود ووقت كبير ولا لا. بس وده طبعا بيفرق يعني هيعرفوا ازاي؟ مش عارف ان مش قاعدين معاك، بس هيعرفوا. احنا مش محتاجين، احنا عارفين ان في ناس قعدت ما كملتش ربع ساعه على التاسك، يعني مش محتاج اكون معاك عشان اعرف المعلومه دي بالظبط يعني. ففي مجموعه من الالمنتس المفروض تكون محطوطه في الجزء اللي كونتنت، زي اي كونتنت بس هي مهدره اكتر في اللي هي كونتنت. هي كل الالمنتس بتاعت السمبلست، يعني لاولها المعلومه تكون سايز. في نقطه كمان، طبعا يعني شات جي بي تي 90% من الناس اللي بعتها مستخدماه استخدام هي نقطة شات جي بي تي الأولانية يا جماعة، ده كان استخدام شات جي بي تي في السكريبت والانفوجرافيك، استخدام شات جي بي تي في السيرش كونتنت. استخدام السيرش كونتنت بقى معتمد كأن المعلومة يعني أنا لو قلت لشات جي بي تي ابعت لي معلومة، ابعت لي لينك المصدر بتاعه، جرب كده افتح لينك المصدر، يعني هو هيبعت لي معلومة وهيقول لي اللينك اهو، افتح اللينك 70% ما كانش أكتر المعلومة دي مش هتقلب في اللينك ده. هو لما بيتزنق بيألف بالظبط. اصلا لو بتقول له المعلومه مش موجوده يقول لك ايوه صح المعلومه مش في اللينك الكلام ده في البيت كمان مش في الفري. يعني الكلام ده في النسخه المدفوعه من شات جي بي تي، مش الفري. الفري بقى يعني هو اصلا مش بيروح يدور فعلا، هو بيقلب. تخيلوا يعني في ناس برضو حاطه بقى اللي هو كاتبه اجابات ومصادر وبتاع، ويعني اعتقد ده ممكن يكون حكم مسبق خاطئ، بس اعتقد ان اغلبهم ما دخلش اتاكد اصلا من الريسورسز دي. انا بس فتخيلوا الصدمه بقى، يعني تخيلوا اللي هو انت دلوقتي كنت فاكر انك انت يعني معاك الاداه السحريه وهي طلعت لك حاجه شكلها يبان ان هي سحريه، بس في الاخر هي من جوه فاضيه تماما وتدل على ان ما فيش اي مجهود عمل. ممكن الجزء الوحيد اللي استخدام شات جي بي تي او اي حاجه اي اي يعني مخليه النقطه اللي هنقولها دي خلاص ما عادش فيها قيمه، هي الجزء المراجعه الاملائيه. صراحه هو الراجل زي كل الاملائيه ما بيغلطش، لا في حاجات كتير جدا تقدري توصفيها بقى اكتشف من المراجعه الاملائيه بتاعت وهو مستحيل حد يكون قاعد مع كل سنة حاطط القطة فاهم حد يكون. لا بس معلش انا بعمل كده بس مش بلاقي كونتنت. بص ما هو الشات جي بي تي هيطلع لك 100%. انت اكيد انت كبني ادم هتنسى فاصلة، هتنسى نقطة، فاهم؟ فتخيلوا لليفل ايه انت بتبقى قادر احس هو الكونتنت ده حقيقي بني ادميني ولا هو معلم جاي حتى ما يروحش للنقطه الانفصالات. لا حاجه ثانيه والله ما بوظوش عشان يبان انه بني ادم. انا والله بني ادم في الايموجيز اصلا بيحطها دي تبقى معروفه برضه، دي ترتيب معروفه يعني. فده جزء ان انا اتاكد من ان المعلومه اصلا تكون اختار المصدر اللي اجيب منه معلومه. مش شرط اقول ابعد عن المصادر العربيه مع ان يعني هتقول كده، بس حتى المصادر الاجنبيه لازم تكون انت بتتكلم في موضوع طبي تبقى مدقق معلوماتي يعني بالزبط. تبقى بتدور يعني انت لو انت معلومه حد هيستخدم زي ما محمود قال كده، حد هيستخدم المعلومه دي على بشرته على شعره والحاجات دي، فانت محطوط عليك مسؤوليه ان انت دكتور اونلاين بس. ده بالنسبه للجزء بالظبط. في الجزء بتاع السيرش كونتنت. البلوج ممكن نخلص البلوج. انا تقريبا يعني ما شفتش حاجه هو ده مش فلوج يعني. اغلب اللي شفتهم بس كان في حوالي 4 أو 5 كويسين عملوا الدوكيومنتيشن بشكل ما، لكنه الجزء الفيجوال والجزء الاساسي في او جزء من الاجزاء الاساسيه في تقييمنا او في وصولنا لحاجه اسمها بلوك هو الفيجوال. فهو مش معاك في دي، هو القصه بالظبط. هو لا كدايمنشن احنا عندنا الفيجواليزنج 35% من التقييم في الكرايتيريا ماشي. وبالتالي هي نفسها بغض النظر لو احنا كنا غلطانين فيها، تخيل
اعتبر ان احنا غلطانين. هي نفسه فلوجينج انا قاعد مستمتع بفيجولي واوديتوري، فهنا في قصور كبير جدا في عدم اتمام. انا شايف ده مخليه مش فلوج. انا شايف انك انت تحكم عليه بليفل يعني بمعايير الليفلز اللي المفروض تبقى جاهزه على الببلشنج، اللي هي حاجه تنفع فلوج. ده ما عملوش اي تاسك، خلي بالك. التصويت دي مش عايزين فيها الليفل ده بالظبط، احنا عايزين اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم الحاجه المظبوطه، اللي هو حاجه ينفع عليه فلوج مش حلو، مش واخد يا عم 7/10. ما كانش فيه 5/10. في ناس ما عملتش فلوج اصلا، في ناس ما عملتش انفوجرافيك، يعني دخلت تعمل انفوجرافيك طلع مش انفوجرافيك، دخلت تعمل فلوج طلع مش فلوج. لكن في ناس قدرت تعمل فلوج حتى لو ما فيش مع الجانب الفني اللي مثلا ممكن يكون عامله. الجزء الفني مش معمول معاك، بس فاهم، مش محطوط فيه مجهود معاك، بس عشان كده بس في ناس عرفت تحكي، ناس عرفت تحكي. ده جزء من الكور الاساسي اللي هيتبني جنبيه الحاجات. وده ما في ناس عملت كده، بس ده الكومنت الاساسي عندي في الحته دي. في ناس ما عرفتش تحكي، فقالت كلام سيكونس من الكلام وسيكونس من المعلومات مش مترصص. هو يبدو ان دي شكلها كده ستوري تيلينج زي ما بيقولوا، فاهم؟ فدي ستوري اصلا، بس هي ستوري فيها جزء متألف وجزء مش متصف مع بعضه، فمعلومات وطريقة إلقاء بس. يعني هي شكلها حلو من بره، بس هتيجي هتلاقي إن في حاجة غلط، أنا ما فهمتش، ما وصلتش لحاجة، مفيش معنى في كل حاجة بتتقال. فدي في هنا مشكلة في الكور برضو الأساسي، إن إحنا استنزفنا طاقتنا في إن إحنا في الكوب رايتنج في الستوري في طريقة إلقائنا. ده مش الستوري تيلينج، طريقه القائنا للستوري اللي احنا بنعمله، ده جزء من الستوري تيلينج، الالقاء اللي هو التسلسل ده القصص. انت كنت شايف ان هو المفروض يسحبوا نفسهم اكتر في القوه بتاعت اللي هتحصل جوه الفلوج بالظبط. اوكي. والاخراج، دول الحاجتين الكورز اللي هيطلعوا يقولوها، وفي ناس عملت ده حلو جدا كمان. والاخراج فالعظيم دول دي في مثلا نقدر نقول نجح يعني عندي 5 على المسطره بتاعتنا، فالتوسك دي نقدر نقول ان نجح فيها حوالي 5 6 7. دي اعلى من اعلى التصويت اللي الناس نجحت فيها. ده كان جدا، بس خلي بالك مش قوي كده عشان لسه هنتناقش دلوقتي. في حاجات احنا مختلفين فيها بس يلا التكنيكال بقى. لو ما عندكمش اي كومنتس في جزء الفلوج، كومنتس سلبيه او البيز يعني خلينا نقول ان البيز اللي يعدي الناس، لان تقييمنا هنا مش تقييم الفلوجينج. هو طبعا الباترن مش كبير لان الحاجات مش كتير، يعني اللي انا شايفه بس ان هم نايس على التجربه عاش، بس واغلبهم خلي بالك لاول مره او تقريبا كلهم يعني الفيديو ده مع فيديو فلوج من الانفلونسر المفضل بالنسبه لك ايا كانت الاندستري، بس واقعد لو فعلا عايز ترفع مستواك اقعد حاول تريد نفس الحاجه دي وتزود عليها لاير كل مره. هنا الاضاءه مظبوط، انا مش مظبوط هزود لاير الاضاءه. هنا الاداء بتاع الشخص مظبوط، انا ادائي مش مظبوط هعمل شويه تعديلات في الاداء. لو عدت الفيديو ده 10 مرات هتلاقي نفسك قربت جدا من الريفرنس اللي انت بتحاول توصل له، وده هتزود لك الليرنينج كيرف بتاعك. ده اغلى حاجه واهم حاجه في الموضوع. ماشي. في حاجه في الجزء ده ليها علاقه بالامكانيات. يعني انا ماشي الانفلونسر المفضل بالنسبه لي هو مصور حاجه كواليتي جدا وباين فيها الاف اي حلوه قوي، عشان في جزء امكانيات كتيره. يعني بصي بس معاكي كاميرا في الموبايل كويسه، لو شفتي اي انفلونسر هتلاقي الكونتنت بتاعه اتعمل عادي غير بقى اضاءه ومش عارف ايه حركات ولا كاميرات ولا نازل من البيت ولا راجع من بيته ماشي في حوش العماره بتاعته، اللي هو حاجات ينفع اي حد يعملها. اضاءات مش مظبوطه وكل حاجه، بس هتلاقي مثلا الصوت مظبوط، فتلاقي واحد مش مهزي من انه يبقى قاعد يسمعك. هتلاقي القصه انترستنج كفايه ان هي تاخد من الحياه دي دقيقتين 3. فلا الامكانيات مش حجه. ده الناس اللي انتوا هتلاقوا نفسكم بتتابعوهم هتلاقوا 10-20% من الكونتنت بتاعهم مش مكلف وعامل نفس التاثير بتاع الكونتنت اللي مكلف. وهضع في الفخ ده كل فتره. يعني انا شخصيا بقع في فخ ان هو الامكانيات حكماني. اجي واحد يوم
عامل فيديو يخبطني في دماغي، يقول لي فوق يعني فوق فوق عشان ده ملوش علاقه بالامكانيات. بس الجزء بتاع التكنيكال بقى، الجزء بتاع التكنيكال الاوتوميشن اللي قدم عرض جدا وخرج عن التوتال مقدمين يعني. تقريبا انا فتحت 5 أو 6 تصويت بروميشن، 5 أو 6 كانت دايريتشات. تقريبا 2 منهم هم بس اللي عاملين الموضوع مظبوط، الباقي عامل الموضوع مش مظبوط. مبين ان هو يعني ما كانش فيه برضه نفس الحاجات اللي احنا قلناها، ما حطش نفسه قدام اليوزر مثلا، اللي هو هتشرف هو انت لو جبت البوردر بالطريقه دي هتبقى راضي، ما عندكش مشكله عادي. انا بالنسبه لي انا كيوزر مش اسيف، انا لو دخلت دلوقتي براند دي بروسس بتاعته، دي الاكسبيرينس بتاعته طبعا. فهي الفكره في مثلا 4 من 6 كانت مشكلتهم ان هم ما بصوش على القصد، ما قالوش هم بيقدموا او ما مش كونتنت فويس، شوف ما قالش الكلام نفسه، لا الكلام ده ما كانش سيكونس والاكسبيرينس بتاعت الشهر. واللي نقدر عنه ده كان طبعا في حد عامل الموضوع بتميز كلير جدا، مبهر يعني. ومن اول مره يعني في وسط الكلام في الفيديو قال دي التجربه الاولى اصلا اللي هو الشخص مبهر. فده من الاثباتات على ان هو انك ينفع تعلم نفسك بنقطه، وان لو انت بتعمل حاجه اللي متفصله على مدى شخصيتك الموضوع ما بيسبق سنين ضوئيه بقيه الناس اللي حواليك، مجرد انك في المكان الصح. بالظبط. التاسكس دي بتدينا دلاله على الشخصيات بتاعت كل حد، الفانكشنز. فانت لو لقيت ان انت بتستراجل قوي في التاسك دي، او عملت مجهود كبير قوي ولقيت الاجابه دي سواء في الكونتنت اللي لها مبيعات قوي، فكر وخدها كدلاله او ساين، اول ساين كده، هل انت اصلا في مكانك الصح ولا لا، او بتعمل الحاجه اللي المفروض انت بتبقى مستمتع وبتطلع فيها نتيجه بدون ما تبقى قاعد بتختصر سنين ناس كتير في المجال في ان انت مثلا تقعد شهرين. ده فده ساين مهم جدا في تاسك الاوتوميشن على سبيل المثال، انه هل انت كنت مستمتع ولا لا، والساين ده هيدي لك هل انت في مكانك او ده مكان مناسب ليك ولا لا. الداتا اناليسيس بقى يعني ده كده الاوتوميشن خلصناه. الداتا اناليسيس للاسف معظم الناس ما فهمتش الفزوره، مش ما عرفتش تحلها، لا ما فهمتش المعنى الفزوره نفسه. فعملوا حاجات، وليكن مثلا حد كان بيقول والله ليه باع كتير، لما باع كتير عشان وليكن مثلا صرف في الاعلانات عشان الرؤس ساعتها كان عالي، لا دي نتيجه، ده مش سبب. عشان السي بي اي كان عالي فعشان كده هو كسب قليل، لا ده نتيجه. ده بيتسمى لاجنج متريك، حاجه يعني حاجه بتحصل يعني نتيجه بس. فمعظم الناس ما كانتش فاهمه التوسك قوي، لكن في 2 فهموا التوسك مظبوط، وواحد حلها مظبوط والتاني ما قدرش يوصل لحلها، كان قريب جدا. هو كمنتاليتي يفكر صح ومشي في الطريق المظبوط حتى لو ما حلش الفزوره فنجح، يعني هو ما قالش الاجابه مستل نجح. وفي ناس تانية قالت اجابات، بس الاجابات مش لا تدل على ان الطريق في منتاليتي او مش في منتاليتي ولا في فانكشنز معينه عنده. طبعا الفانكشنز ده اساس اللي يعني سوفت وير او اوبريتنج سيستم هيتسطب عليه بقى البرامج اللي هي المنتاليتي. فهم الاثنين مع بعض. فمن غير حتى لو حد جديد ما يقدرش يفهم الداتا دي او يطلع نتيجه من حلش. مش لو حد جديد حد ميديا باير لسه بقاله يعني مثلا مش كتير في المجال، بس احتك بالداتا واحتك لو في اي حد بيتعامل مع داتا مش شرط ميديا باير، بس ان هو ياخد اي كورس من الفري اللي موجودين على الانترنت كان هيتعامل مع التاسك بطريقه مختلفه حتى لو ما حلهاش. احنا مش عايزينه يحلها، مش عايزين زي بقيه التاسكات، مش عايزينه يعمل الحاجه اللي تنزل تكسر الدنيا، لا عايزينه بس الحاجه تبقى صح. فاحنا هنا بنتكلم ان معظم الناس حاولت تشغل دماغها في التاسك دي بدون ما تكون عندها اساسات
المناسبه في الداتا اناليسيس. ولو كان عندها اساسات مناسبه وما حلتوش، ده لو حد بيشوفنا او عنده بقاله كتير في المجال، فده ممكن يكون دلاله ان هو مش مش في مكانه قوي، او مش دلاله قوي يعني يمسكها. اساسات مناسبه دي يعني حد حاول يذاكر وفي نفس الوقت لما بيدخل بيلاقي ان الموضوع مش ماشي، صعب عليه، بيخليه يتعب ويهنج، دي دلاله على ان هو مش المفروض يكون قاعد بيحاول بيسعى هناك. دايما اعمل الحاجه اللي تبقى مستريح فيها، عشان دي اكتر حاجه هتعرف تعملها كتير، فلما تعملها كتير هتبقى عارف تعملها كويس، فهتبقى من احسن الناس اللي بيعملوها. وده مش ده دليل واحد، فشوف انت بقى، انت اللي تقرر هل ده باتر اصلا في التاسكات اللي انت بتعدي عليها ولا لا. يعني ممكن يكون في ظروف، يعني انت في مكانك الصح، لكن في ظروف معينه انت كنت محطوط فيها خلال التاسك ده، هي اللي خليك شفاف جدا في النقطه دي. لان انت ممكن تقول كنت مشغول وما اعرفش وعندي شغل كتير جدا، ما تضحكش على نفسك، تطبطب على نفسك. وممكن تبقى فعلا لو كنت بس اخدت فتره مساحه اكبر من الوقت كنت هتبقى تعمل ده. فحاول تصارح نفسك عشان الموضوع ده بيلخبط جدا. شخص واحد هو اللي حل التاسك دي وحلها بامتياز، او لا انا اسف، يعني حلها نقدر نقول ان هو واخد جيد جدا في التاسك دي. كان ناقص حاجات بسيطه جدا، بس كل البروسيس مظبوطه، طريقه التفكير، الدماغ، قراءه الموقف كله على بعضه، تكنيكال وبزنس. فمن الزاويتين كانت التاسك دي الى حد ان هو يعني حلوه زي ما هي. يا رب نكون طبطبنا بما فيه الكفايه